معروف مواقفه مع أحد شيوخه لما كان في مكة وكان يسمعه وهو يقول يا كعبة الله ويقوم، وكان مجلسه أقرب ما يكون له مجلس الشيخ وصي الله عباسي، مجلس الشيخ وصي عباسي في غرب الكعبة، الكعبة أمامه، فكان يشاهدها وظهره إلى الغرب، فلما أراد أن يقول يا كعبة الله، فقال له وقرأ عليه فليعبدوا هذا البيت، قال رب هذا البيت، فكررها كالمعلم لشيخه بصيغة أنه أخطأ في القراءة. قال إني أراك عندما تقوم لا تقول يا رب البيت، إنما تقول يا كعبة، يا كعبة الله، فتناديها، وأنت تصحح لي في الآية فليعبدوا رب هذا البيت، وأنت تقول يا كعبة الله، لا تنادي رب البيت إنما تنادي البيت. فاستفاد منه شيخه في هذه المسألة وهذا التنبيه، وهو مسألة خطيرة في الشرك، واشتهرت عنه قصص حتى أن أحد شيوخه في المدينة لما رأى من الكتب عنده قال إنما أعددته، وكان شيخه السندي صاحب الحواشي المشهورة على الكتب تعلم عنده، والرواية أيضا استفاد منها، وهو من أوائل من جلب رواية الحجاز ومكة والعراق والأحساء وإلى العارض إلى نجد. السند يلتقي في الشيخ محمد بن عبد الوهاب سند هذه الروايات في تلك المناطق كلها، مثل ما أن بعده الشيخ حمد بن عتيق أيضا أتى برواية وسند المشارقة من الهند ومن بلاد السند، فالتقت هذه المرويات هنا. وأما بعد اجتماع المشايخ وأتت فيها كثير سواء ممن أتى من مصر أو ممن أتى من الشام، أصبحت الجامعة الإسلامية التقت فيها أسانيد الدنيا، التقت فيها أسانيد الدنيا لما أتى فيها علماء أفريقيا وعلماء الشام وعلماء الرافدين ومصر والهند والسند وغيرها. أردت بهذا أن أبين أن الشيخ على اطلاع ومعرفة بوقته وزمانه وعصره. فذات يوم وهم في المدينة وإذا بأقوام بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستغيثون، فالتفت إلى شيخه السندي فيما يفعل هؤلاء فأجابه متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ولكن أحيانا قد تغلب بعض الأمور مما يقع فيه بعض الناس من الشبهات في زمن من الأزمنة، ويضعف فيها من يقوم بالرد عليها، أو قد يكون في زمن تغلب جانب الشهوات، أو في زمن تضعف جانب الشهوات ويغلب جانب الشبهات، وهكذا. فنسأل الله عز وجل أن يكفينا شر الشهوات والشبهات في كل وقت وآن.